إذا كنت تعرف القراءة فلتقرأ ذلك التاريخ 1704 يعني في القرن ال 18. إن كنت فعلا تجيد القراءة وتعرف القراءة أهو 1804 زي الخريطة اللي حضرتك شايفها دلوقتي. دول ألجيريا، أدي الحدود بين الجزائر وفاس ومراكش أو المغرب الأوسط والمغرب الأقصى، بس هو كاتب لك الجزائر أهو في الخريطة. يعني اسم الجزائر موجود اهو من 1704. هتلاقي ان الحد الفاصل بين الجزائر والمغرب الاقصى هو وادي ملوية زي ما انت شايف. اذا كنت ترى واذا كانت لديك عيون ترى بيها واذا كنت تجيد القراءة اصلا، التاريخ موجود 1704. يبقى عندي خريطة اخرى تعود لعام 1827، يعني مفيش اي مجال للشك، مفيش اي مجال اصلا ان انت تشك. 1827 ادي حدود مراكش وفاس زي ما حضرتك شايفها في الخريطة. لا توجد صحراء شرقية ولا توجد أصلا صحراء غربية، وآدي حدود الجزائر ضاربة إلى عمق الصحراء. أين تلك الصحراء الشرقية التي تدعي أن الجزائر أخذتها وفرنسا أعطت أجزاء من المغرب للجزائر؟ فين؟ من أعطى إلى من؟ من أخذ حقوق من؟ أدي الخريطة واضحة 1827، وادي الختم موجود فوق على الشمال، وادي التاريخ وموثقة. يعني مش خريطة مرسومة في البيت، مش خريطة من مجهول، لا دي خريطة موثقة وعليها التاريخ كمان 1827 واضحة جدا.